يا رب، وجهت قلبي إليك، أنت الذي لا يضام، من كنت نصيرا له ولا ينكسر من كنت عونا له، ولن يبهت أبدا نور قلب ينتظر فرجك. اللهم امين يا رب العالمين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحه وهنا وراحه بال. النهارده فيديو جديد وفيديو حلو، ونصلي نبدا كده بالصلاه على النبي. والنهارده بقى روتين بسيط وجميل ان شاء الله باذن الله. هوريكم بقى مكون للكتاكيت. النهارده مش هعمل عصيد زي كل مره، لا النهارده معانا وصفه جميله جدا جدا جدا. اللهم بارك اللهم بارك. وصفتنا ايه بقى يا رودي؟ العيش ناشف بدجه وببدا ان انا انعمه، وابدا ان انا احط له ايه بقى شويه علفه. دي بقى للكتاكيت، هوريكم الكتاكيت بتاعتي. بسم الله تبارك الله. الفراخ الكبيره انا حابساها طبعا اهو. ويلا بقى قبل ما ادخل بقى في الفيديو، النهارده بس فيديو بسيط جدا، وقته قليل وده روتين بقى. ونبدا بقى ونصلي على النبي. بس عايزين كومنت حلو من عندك، لايك يا جماعه. قولي لي بقى انت عايزه ايه تتعلمي. انا عارفه اللي قالت لي ان هي عايزه اوريها ازاي بين الفرخه اللي عايزه تبيض والفرخه التانية اللي هي ما بتبيضش، عايزه تتاكد يعني وكده. فانا بقول لها حاضر من عينيا، بس مستنيه بقى الوقت. همسك لك هوريك في الفرخه اهو، وهبدا ان انا اوريك يعني ان شاء الله. بصوا الحمام بتاعي تبارك الله، عندي جوز فاجش اهو جديد. اللهم بارك. يعني ما بيتقطعش الحمام. اللهم بارك. دعوات ست الكل طبعا، امي الغاليه. تمام. والحمد لله الحمد لله. ده العيش المدقوق يا جماعه، ما عنديش غله، قلت ان انا ايه احط عيش مدقوق. وفري بقى الحد، عودي حمامك، عودي الطيره بتاعتك اي حاجه يعني. انا ما عنديش غله، قلت عملت ايه طيب؟ قال حد ما اشتري، قلت ان احط لهم شويه عيش ناشف مدقوقين اهو. اللهم بارك. عودي الحمام والحاجه الطيره اللي جعانه هتبدا تاكل بدون اي كلام يعني، هتاكل معاكي مش هتقولك لا، لان جعان بياكل اي حاجه. تمام. مره عيش مره غله، بس تسهيل ربنا يعني، والامور كلها تتسهل ان شاء الله باذن الله. طيب هنعمل ايه بقى يا غاليه يا ست الكل اهو. بصوا 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 اهو. الغالي طبعا غالي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، غالي جدا جدا صراحه، مش هجيبه. هشوف البديل بتاعه ايه. وزي ما قلت لكم زغطي بقى فلفل اسود. اللهم بارك. واتفرجي على الحاجة بتاعتك، بتبقى تبارك الله تبارك الله يعني، وزن وحجم حلو جدا. والعيش والله للكتاكيت الصغيرة، هوريكم الكتاكيت شاريها لسه شارياها. بسم الله تبارك الله اهو. قلت لحد ما دول يكبر وكون دول اخدت منهم حطة بيض سنة، مش هنخليه يعجز سنتين وثلاثة والكلام ده عشان يطيب معايا في الحلة. هنبدأ ان انا ايه اجيب غيره وده يبيض، وبعدين ايه ندبح من ده يكون ده ايه بشر معايا. اتصرفي عاد وكده ويشجع. طيب مكوناتنا بقى النهارده زي ما قلت لكم، هدي حلبة على شوية اللهم بارك، على شوية الأكل العيش المدقوق. وهو بصوا انا غاليه لهم شويه حلبه جميله جدا للكتاكيت، بيتعاملوا معامله الاطفال. دي حلبه بقى شايفين، بسم الله ما شاء الله. المكون ده جميل جدا جدا. انا علينك يا تاجر. مسكن، بيتخن، بيفتح الشهيه، بيسكر الألم، ما بيخليش الحاجة بطنها وجعاها، بينظف البطن لو من الديدان. بصوا ليه فوائد جميلة جدا، فاتح الشهية ودي أهم حاجة. وبفرط له. وفي حباية غلة هوريكم اهو. اللهم صل على النبي. عودي بقى نفسك، اعملي الخلطة دي واعملي الوصفة دي وادعي لي. انا عايزة دعوة منك وجربيها، وبعد ما تجربيها اكتبي لي، ارجعي اكتبي لي في كومنت بقى عايشة ميتة ادعي لي. تمام. وهو بسم الله ما شاء الله. برضو الحلبة كويسة جدا للحمام، انا بغليها برضو، بدي الغلة للحمام والمية، والغلية بتاعت الزيوت بتاعته ببدأ اديها ايه في المية. تمام. يبقى كده اكل عندي، اكل في الاكل وشرب من المية الاتنين مع بعض اهو. بقى الكتاكيت نحط له الحاجة دي وتفرجي بقى بسم الله ما شاء الله اهو. هيتشكل عليها اشكال اهو، عشان هي طيبة ومطيباها، والمية استخدمتها في المية اهو. بصوا اللهم صل على النبي. انا جايبه احجام صغيره، احجام كبيره واحجام صغيره، لان مش عايزاه كله يكبر، لان احنا ايه اتنين في البيت. لحد ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ان شاء الله يعني 3 يعني عايزين يبقى ايه العدد معانا حلو يعني، مش كتير جدا
لحد ما انا ايه ما هعرفش اتصرف فيه او اتصرف في البيض او ممكن ابيعه، بس ايه حاجة البيض نظيفة، ولو فاض برضه هبدأ ان انا ابيع ودي حبايبي. يلا كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.